السلام عليكم أصدقائي وأعزائي المشاهدين. اليوم راح نحكي قصة بعنوان الحب وحده لا يكفي. أكو يوم من الأيام كانت بنية تريد تتزوج شخص تحبه، فهذا الشخص قالت له لأبوها، يعني قاعدة تحكي له عن هذا الشاب اللي تحبه، ووقعت بحبه وصارت علاقة بيناتهم. فأبوها رفض لأنه شاف سلوكه ومرتاح لو هاي، فرفض أن ينطيها إله. فهي كلش ضاجت وحزنت حزن شديد. فوراها مرت الأيام وهاي وهم وظل بقبالها يم هذا الشخص. فآخر شيء اجا خبر مؤلم ومحزن انه جد هاي البنية جدها توفى، انتقل الى رحمة الله. فشاءت الأقدار انه صارت هاي العائلة بحالة حزن، وقرروا أن يسوون للجد يسووا له جنازة. فراحوا إنه قالوا بعد راح يروحون، راح يقررون يروحون إنه الهاي الجنازة مال الجد. وطبعا الأب كان جايب لها إنه شاب زنقيل وغني جدا، وعلى أساس إنه يطلعون. وهذا قال العريس الجديد على أساس يسفرها للخارج ويطلعون يخلصون شهر العسل للخارج. وهي كانت رافضة الفكرة وما رايدة هذا الزواج، وفرحت من أن جدها توفى لأنه صارت عندها فرصة حتى تتخلص من هذا وترجع لحبيبها، حتى على مود يروحون للجنازة وهذا الزواج يتفركش. فحتى ما تتزوج من هذا الشاب الغني تريد تروح لحبيبها. فورا هوية ما قرروا يروحون أهلها. فهي رأسا خلت ورقة إلهم، كتبت لهم قالت لهم أنا إذا ما توافقون على حبيبي أنا ما راح أرجع لكم. فراحوا هم للجنازة، راحوا للجنازة يسوون مراسيم الجنازة بمدينة ثانية. فهي كتبت لهم هاي الورقة وخلتها لهم حتى على مود من يرجعون يقروها وتخليهم قدام أمر الواقع، وحتى على مود يوافقون. وخلت رقم تليفونها حتى بعد ما يوافقون يخابروها ويقولوا لها إنه وافقنا حتى ترجع. فراحت والتقت بحبيبها وهاي وراحت إليه، وطلعوا الغير محافظة وأخذها البيت مهجور. وهو كان سلوكه سيء وأبوها كان يحذرها من عنده، وحتى رفض فكرة الزواج من عنده. فهي ما سمعت الكلام وغدرت بأهلها وراحت، وهم راحوا للجنازة يسوون مراسيم الجنازة. فأخذها البيت مهجور، التقت بحبيبها أخذها البيت مهجور. قعد ويا ما أخذها انصدمت إنه انتابها الخوف وحالة ذهول إنه شافت المكان والموقع. فرأسا اجا يريد يتهجم عليها، فهي رفضت. كان تلزم فد آلة بإيدها وضربتها على راسه. فويا ما سقط وقع بالقاع كان راسا انهزمت، وركبت سيارة ورجعت رجعت بالطريق، مسافة الطريق رجعت لبيتها تريد ترجع لأهلها. فخابرها أبوها بالطريق قال لها وين انت؟ فقالت له انا هسه جاية وجاية على مود اخذ الشخص اللي الشخص هذا ثري جدا حتى على مود اتزوجه. ورجعت وصلت للبيت قبل اهلها، واهلها كانوا راجعين للبيت من الجنازة، وسحبت الورقة ومزقتها. والتقى بيها ابوها وقررت انه همينه ويا ما بمسافة الطريق نزلت على أقرب محل جابت هدية لخطيبها الجديد اللي هذا الثري الزنقين. ويا ما
ويا ما وصلت وهاي وأخذت له الهدية وخلتها عدها احتفظت بيها. ف فوراها خابر أبوها بعد ما خلصت أيام الوفاة، اجا هذا الخطيب وقدمت له الهدية وتزوجوا. وقال لها وقالت له أنا مريت بحزن وهاي مريت بمعاناة، بس ما حكت له انه شنو نوع هذا الحزن والعلاقة، وما كان يعرف انه هي كانت تريد شخص ومتعلقة بيه وتحبه. فهو زوجها. ايش قال لها وقالت له أنا ما راح أكون صادقة وياك بكل شي وهاي. وقال لها فجاوبها خطيبها وزوجها وشريك حياتها الزنقيل الثري، قال لها إن شاء الله راح تكون حياة حلوة بيناتنا، حياة حلوة وسعيدة، وراح نعيش أجمل اللحظات وأجمل الأيام بكل صدق ووضوح وأمانة. أصدقائي وأعزائي المشاهدين، لحد هنا تنتهي هاي القصة. وإذا عجبتكم هاي القصة شاركوها ويا الأهل ويا الأقرباء ويا الأصدقاء، وشيروا هاي القصة في كل مكان. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتدوسوا لايك، وانتظروني في حلقة أخرى مع قصة أخرى. وشكرا لكم وإلى اللقاء.